القصة بتبدأ بولد اسمه آريل على وشك ياخد البركة بتاعة الكلاس. أهله متوترين جدا عليه ومتأملين إنه ياخد أقوى المهارات في العالم ده. لما الواحد بيكمل 10 سنين بياخد كلاس من إلهة في طقس بركة. أول طفل بيقرب وبيبدأ يشوف لهيب ويشم ريحة حديد وبيشوف رؤية مطرقة، وده معناه إنه أخد كلاس الحداد. أخت آريل بتفكره إن النسب بيلعب دور كبير جدا في الكلاس اللي بتاخده، وده عظيم بالنسبة لآريل عشان عيلته مشهورة بالكلاسات بتاعتها. كلهم بيشجعوه لما يجي دوره وبيهمسوا عن والدين آريل. أبوه هو الأرشيماج ليون وأمه معروفة باسم أميرة السيف فارا. الاتنين عندهم كلاسات متقدمة، فعشان كده في توقعات كبيرة لآريل. آريل بيقفل عينيه استعداداً للبركة، بس ما بيشوفش حاجة خالص. الكاهن بيتلخبط تماماً وبيصدم الكل لما يكشف إن آريل لازم يكون من غير كلاس. بعدها آريل بيعمل تدريبه وأهله بيقولوا له ميقلقش. صحيح إن ملوش كلاس، بس أهله بيقولوا إنهم ببساطة هيشتغلوا لحد بعد سن التقاعد عشان آريل محتاجش يجيب شغل. أبوه كمان بيطمنه إن الأمور هتبقى كويسة ومش هيحتاج حتى يفكر إنه يعمل انتحار. آريل مش بيحب يسمع النوع ده من الكلام وبيشرح لأهله إنه مش ناوي يعيش على حسابهم للأبد. في الحقيقة آريل مش مضايق من الخبر عشان هو بيتدرب على المبارزة من صغره. أكيد الحياة كانت هتبقى أسهل بكتير عليه لو كان أخد كلاس المبارز وكل المهارات اللي بتيجي معاه. بس آريل مش مستسلم، هو بيؤمن بقوة الشغل الجامد، والشغل كان جامد فعلا عشان آريل أبدا ما سهلتش التدريب. حتى من غير كلاس أو أي مهارة آريل متأكد إنه هينجح. عيلته بتحمس قوي المرة دي، فآريل بيروح لميدان التدريب. هناك شوية عيال بيتبرزوا، وواحد منهم بيقول إن لما يبقى عندك مهارات بيخلي جسمك يحس إنه بيتحرك لوحده. العيال بيتسألوا إيه اللي بيعمله آريل اللي من غير كلاس هناك، فآريل بيشرح إنه ببساطة موجود هناك عشان يتدرب زي كل الباقيين. واحد من العيال المغرورين بيقول إنهم مش بيتدربوا، هم أصلاً مبارزين بسبب الكلاس بتاعهم وموجودين هناك بس عشان يختبروا مهاراتهم، وهو بيتفرج عليهم وهم بيتبرزوا. بيشرح إن أول مهارة اللي المبارزين بيتعلموها هي المبارزة الأساسية اللي لوحدها بتحول عيال عاديين زي الناس دول لمقاتلين أقوياء جداً. آريل بيطلب إنه يتبارز مع واحد منهم، بس العيال بيضحكوا كتير على طلبه. بيقولوا إن آريل ملوش كلاس فمش هيبقى عنده أي فرصة ضدهم. آريل بيصر، فالعيال بيزعلوا من ثقته وبيقبلوا التحدي بتاعه. قبل ما يبدأوا مع ذلك بيتأكدوا الأول إن آريل عنده الحماية الإلهية. الحماية الإلهية هي بركة تانية بتتاخد من الإلهة، بس دي بتدي للكل عند الولادة. على عكس الكلاسات، الحماية الإلهية زي شبكة شفافة بتحمي الجسم وبتمتص الضرر. مع ذلك لما تاخد ضربات كتير ممكن تخلص. فوق ده كله الناس برضو دايما بتحس بشوية ألم. الولد مبسوط إنه عارف إن آريل عنده حماية إلهية عشان ده معناه إنه يقدر يضربه من غير ما ياخد روحه. آريل بيقول للولد يكون مستعد لنفس الحاجة، بس العيل ده زهق من ثقة آريل. بيبدأ الهجوم الأول بس بيتصدم لما آريل بيقف بثبات. أكيد الولد بيفضل يحاول بس ما بيوصلش لحاجة، فصاحبه بيقول له يبطل يلعب. الولد بيحاول ويحاول بس آريل بيصد كل حركة، فالمتنمر بيقول لصاحبه إنهم لازم يهاجموا آريل مع بعض. العيال الجبانة بيهاجموه في نفس الوقت، بس ولدنا آريل بيحب التحدي. أمه أميرة السيف كانت دايما أقوى منه قوي، فآريل مرتاح إنه بيتدرب مع ناس على نفس مستواه. آريل بيلاحظ إن العيال مش منسقين كويس، وده واضح إنهم ملهمش مهارات للشغل الجماعي، مش شكلهم إنهم هيبقوا تحدي كبير في النهاية. فآريل بيقرر يخلص الموضوع، بيهزم واحد من العيال بسهولة، ولما التاني يزعل بيشيله هو كمان. آريل بيعلن النصر بس العيال بيرفضوا يقبلوا. الكل بيوافق إنهم يلعبوا تاني، بس مبارز أحمر الشعر بيوقفهم. بيقول إن أعدائهم مش هيقبلوا العياط كده في أرض معركة حقيقية، والمبارزين الحقيقيين بيعرفوا أحسن من إنهم يتصرفوا بالطريقة دي. واحد من العيال مستعد إنه يتخانق معاه هو كمان، بس التاني الأهبل بيشرح إن الأحمر ده شخص مهم اسمه راي، ويقدر يقول إن آريل لازم يكون وارث موهبة فطرية من أمه، وده عشان مفيش حاجة تانية تقدر تفسر ليه واحد من غير كلاس يقدر يتبارز كويس كده. مع ذلك راي بيقول إن آريل لسه كسب شوية حثالة، فما يخليهاش تطلع في دماغه. لو آريل عايز تحدي حقيقي يبقى لازم يتبارز معاه. راي بيقول إنه بالطريقة دي يقدر يعلم آريل اللي من غير كلاس إيه اللي المبارز الحقيقي يقدر يعمله. العيال بيتكلموا إن الولد ده قريب رئيس الحراس، وراي بيأكد إن أبوه هو الكابتن إيفانز.
في اللحظة دي أريل بيتفاجئ لما يفتكر الراجل إيفانز ده الراجل اللي فاضل يجي بيتهم يطلب مساعدة أمه في صيد الشياطين. أريل أبداً ما كانش بيفكر كتير في الراجل ده، بس بيغضب راي. أبوه أستاذ في حمل السيف وقائد قوي محترم في كل مكان. راي منزعج جداً مع ذلك، عشان على الرغم من ده كله أريل لسه متعتبرة المبارزة رقم 1 في القرية. واضح جدا لأريل دلوقتي إن الولد ده زعلان من أمه وناوي يطلع غضبه فيه، ما يقدرش يتجنبه. مع ذلك زي ما أريل بيشرح، دي بس حقيقة إن أمه أحسن مبارزة. راي بيشرح إن العيال بيورثوا مواهب أهلهم، فهو هيهزم أريل عشان يثبت إن عيلته أقوى. راي أخد كلاس المبارز من سنة بس اتدرب مع أبوه ووصل لمهارات متوسطة. راي متأكد إن أريل ملوش أي فرصة إنه يكسبه، بس أريل بيقول إن أمه كمان دربته بأسوأ. مع نهاية الكلام الاتنين بيضربوا السيوف والعيال التانيين بيتفرجوا وهم معجبين. بالنسبة لهم زي عواصف بتتصادم، وبيتساءلوا إن كان أريل فعلا من غير كلاس. اللي شايفينه ملوش أي معنى، عشان واحد من غير كلاس ما ينفعش يقدر يقف ضد واحد عنده مهارات متوسطة. وهم بيتبارزوا أريل بيلاحظ إن راي أقوى بكتير من العيلين التانيين، مع ذلك غضبه بيخلي ضرباته مهملة قوي. أريل بيستغل ده وبيلاقي فتحة، بس راي بيستخدم القطع المزدوج بتاعه عشان يدفع أريل لورا. راي معجب جدا إن أريل قدر يصد الضربة الأولى على مسافة قصيرة كده، بس راي كمان قدر يوصل الضربة التانية. أريل متصدم عشان اتبارز كتير، بس ما يقدرش يفهم إزاي راي قدر يهاجم من مكانين في نفس الوقت. الإجابة بسيطة، زي ما راي بيشرح إن دي كانت مهارة هجوم. القطع المزدوج تقنية بتطلق ضربتين في رجحة واحدة، وواحد من غير كلاس زي أريل ما ينفعش حتى يحلم إنه يدافع ضدها. أريل بيشرح إنك أبداً مش هتعرف غير لما تجرب، بس راي زهق خلاص. بيعترف إن أريل عنده شجاعة، بس ده لحد ما يقدر يوصل. في الصبح التاني أريل بيضرب راسه في راس أخته، وبيشرح للعيلة إنه ناوي يعمل تدريب خاص أكتر بعدين. أخته بتقول إنه ما يحتاجش يشتغل جامد قوي عشان هي تقدر تعمل عالم يقدر يعيش فيه في راحة تامة، بس ولدنا مش مهتم وبيطلع. أستير قلقانة عليه عشان فاضل يسهر لوقت متأخر، بيتدرب كل يوم من ساعة ما رجع البيت وهو مضروب. فارا بتقول لبنتها تقلقش مع ذلك، وبتفكرها إن في حاجة أستير ما تعرفهاش عن أخوها. فارا بتوديها بره وبتوريها صندوق مليان سيوف مكسورة. دول كل سيوف التدريب اللي أريل استخدمهم كل يوم، وده واضح إن المبارزة ضد شوية عيال في سنه ولع فيه نار، إن ملوش كلاس ما أخرهش ولا حاجة، ولو في حاجة هو مزدهر بسبب ده. في الغابة أريل مرة تانية بيتدرب على ضرباته وبيعرض اللي كان شغال عليه، دي القطع المزدوج، وأريل مبسوط لما ينجح فيها. وساعتها بنكتشف إن أريل اتبارز مع راي لساعات وأخد ضربات كتيرة من القطع المزدوج بتاع راي بقصد عشان يقدر يتعلمه. في اللحظة دي جوبلين أهبل بيحاول يقرب منه بهدوء، بس بيتشال بالقطع المزدوج بتاع أريل بيستعد إنه يكمل تدريب، بس بيتصدم لما يسمع زئير عالي لوحش. بيجري عشان ينبه حراس القرية، بس بيقف لما يسمع حد بيصرخ. مفيش وقت إنه يجيب مساعدة، بس أريل واثق إنه بقى قوي كفاية إنه يقدر يساعد. بيكتشف إن الصراخ كان من راي، اللي يبان إنه كان بيتدرب في الغابة زي ما هو كان بيعمل. المهاجم جوبلين كبير جدا، واحد بحجم ما ينفعش يبقى في المنطقة دي. راي يبان إنه شال شوية جوبلينز صغيرين، بس الكبير ده مشكلة ضخمة. أريل واعي للخطر كويس، فبيفكر في إزاي محتاج يركز على موضعه في الهجوم ده أكتر من طقطقة رسغه. التوقيت هيبقى كل حاجة، بس أريل متأكد إنه هيقدر ينقذ راي بييأس من الأمل عشان حياته قرب تخلص، وبيعتذر لأبوه إنه فشل. مع ذلك في اللحظة دي راي بيتصدم لما الوحش بيتضرب بهجوم. أريل مبسوط إن توقيته نجح، بس راي مش كويس قوي. الحماية الإلهية بتاعته خلصت ومحتاج مية مقدسة فوراً. للأسف بتاعته اتخربت في المعركة، فأريل بيخليه ياخد بتاعته، وده بيشتغل، فراي بيقدر يتعافى. بس الحاجة الوحيدة في دماغه هي إيه التقنية دي اللي أريل استخدمها. أريل بيشرح إن دي كانت القطع المزدوج، بس راي بيتضايق وبيرفض يصدق. القطع المزدوج حركة معقدة عيلته بس يقدروا يعملوها لو عندهم المهارة، اللي من غير المهارة ما ينفعش يقدروا يستخدموها بأي شكل. أريل بيوافق إنها معقدة جداً، بس ده بس كان معناه إنه كان محتاج يبذل وقت ومجهود أكتر عشان يتعلمها. راي ملوش فكرة يقصد إيه، فأريل بيبسطها له. أي حد بقوة وسرعة كافية يقدر يعمل الهجوم لو يظبط التوقيت الصح. واللي ساخر إن راي هو كل السبب إن أريل قدر يكتشف ده من الأول. خلال المبارزة راي استخدم المهارة مرات كتيرة، والشوفان والتجربة هو إزاي أريل اتعلم يستخدمها. ده كل اللي أريل قدر يفكر فيه من ساعة مبارزتهم. راي لسه مش قادر يفهم. أريل ببساطة بيشرح إنه بيكره يخسر، وكان عايز بس يتأكد إنه هيكسب المرة الجاية لما يتبارزوا. أريل اتدرب جامد بس عشان كده، وفي النهاية عوض.
راي أخيراً بيقبل وبيقرر إن لو ده فعلاً هدف آريل يبقى لازم يعملوا الريفنش دلوقتي. آريل أنقذ حياته وشارك المياه المقدسة بتاعته معاه، فراي بيقول إن ده أقل حاجة يقدر يعملها. المعركة بتبدأ بعدها على طول، وراي بيتصدم لما قطوعه بتتحرف بقطوع آريل. اللي أكتر صدمة مع ذلك إن حاجة بتضربه، وآريل بيكشف إنها كانت قطع ثالث. راي بيغضب عشان اسم الهجوم واضح إنه المفروض يبقى ضربتين بس آريل بيقول إنه مش محدود زي راي. القطع المزدوج بتاع آريل مش مبني على إن عنده مهارة، فملوش أي قيود. على عكس راي اللي بيعتمد على المهارة، آريل يقدر يغيره قد ما يعوز على حسب قد إيه بيشتغل جامد. راي صعب عليه يقبل ده كله، وبيلخصه في حاجة مش أكتر من زيف من غير كلاس. ببساطة ملوش معنى إن تقنية آريل تبقى أقوى من واحدة لمبارز حقيقي. آريل بيقول إنهم محتاجين بس يفضلوا يختبروا مين أقوى، وراي موافق تماماً. الاتنين بيكرهوا يخسروا وعنيدين جداً. راي بيفكر في إزاي يشتغل جامد قد آريل لو مش أكتر، ومتأكد إن سيفه أسرع. راي بيحاول يراقب الهجوم بعناية عشان يقدر يشوف القطع الثالث، بس آريل سريع قوي. آريل بيكسب مرة تانية وبيقول إن ده بالظبط زي أول مبارزة بينهم، غير إن راي هو اللي على الأرض المرة دي. كل اللي راي عايز يعرفه هو ليه سيف آريل كان أسرع تاني، وبيتساءل إن كان ده عشان آريل كان ماسك نفسه معاه قبل كده. آريل بيشرح إن ده مش السبب خالص، في الحقيقة تحسنه السريع كله بفضل راي. بعد ما شاف القطع المزدوج المظبوط بتاع راي من قريب تاني، آريل ظبط قوة رجحته وحسنه. راي أخيراً بيقبل هزيمته الساحقة، وآريل أخيراً بيطالب بنصره. بعد أيام والدين آريل بيتناقشوا في إزاي راي سافر لمدينة السيوف. فارا كانت بتشتغل هناك من سنين، وكانت في جلدة قبل ما تتجوز. المكان ده يبان رهيب بالنسبة لآريل، فهو متأمل يروح هناك يوم. أكيد هو ملوش كلاس، فهو يقدر بس يتساءل لحد فين يقدر يبقى قوي من غير كلاس، وعايز يكتشف. شكراً على مشاهدة الملخص بتاعي. اشترك في القناة لفيديوهات أكتر.